السلام عليكم. النهاردة جايبه لكم حاجة جميلة جدا صغيرة كده كروشيه، تنفع من أول البنات الصغيرة جدا الأطفال لحد السن المحير. هنعمل مع بعض شنطة كروس صغيرة كده بتطريز مشروم. يلا بينا نعمل الشغل مع بعض. السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة شنطة كروس كده صغيرة. هنبتدي الشنطة دي بسلسال. هنعمل قد ايه سلسال؟ انا هعمل 17 سلسال. انا هعملها حاجة كده متوسطة، يا دوبك تاخد مثلا الموبايل وبعض من مقتنيات كده صغيرة، بحيث انها تنفع للمشاوير اللي هي البسيطة. تمام كده، عملت 17 سلسال. انا هسيب اول سلسال وهشتغل في التاني. هنعمل ايه في التاني؟ هنعمل 2 نص عمود. تمام، هنعمل 2 نص عمود في الغرزة اللي هي 2. هسيب الاولانية كده مش هعمل فيها حاجة. تمام كده، عملت الاتنين نص عمود. هشتغل بقى ايه في ال14 غرزة دول؟ هشتغل 14 نص عمود لحد الغرزة اللي قبل الأخيرة. كل غرزة سلسال اهي هشتغل فيها نص عمود. تمام كده، انا كده خلصت 14 نص عمود وفاضل الغرزة الأخيرة. الغرزة الأخيرة هنعمل فيها 3 نص عمود في نفس الغرزة الأخيرة دي. وحتة الخيط الصغيرة اللي هي بتاعة البداية دي هحطها تحت الشغل كده عشان تبقى متدارية. تمام كده، انا عملت 3 نص عمود. هشتغل بقى هنا 14 نص عمود. تمام، يبقى انا كده على الحرف عملت في اخر غرزة 3 نص عمود في نفس الغرزة. بصوا انا ايه بحط اهو حتة الخيط دي، بشتغلها معايا كده تبقى تحت الشغل شوية كده، وبعد كده تقصيها لو لسه طويلة. اهو بصوا كده، هشتغل بقى ايه نكمل ال 14 نص عمود. كده خلصت ال 14 نص عمود، يبقى الجنبين زي بعض، هنا 14 وهنا 14. هنيجي بقى عند اول غرزة خالص اللي احنا سيبناها، احنا كنا عاملين 2 فيهم نص عمود. تمام، هشتغل واحدة كمان نص عمود. تمام كده، يبقى كده فيه 3 الناحية دي نص عمود و3 الناحية دي نص عمود. هقفل بقى منزلقة عشان اشتغل السطر اللي بعديه. هشتغل بقى ايه في الغرزة الخلفية بس، مش هشتغل في الأمامية، عشان دي كده تعتبر القاعدة بتاعتنا بتاعت الشنطة. أنا مش عايزة قاعدة كبيرة لأن هي شنطة صغيرة، فيكفيني كده القاعدة دي. هشتغل بقى نص عمود في الغرزة الخلفية بس. هما كده قدامي 34 غرزة، هشتغل 34 غرزة داير ما يدور في الغرزة الخلفية. حطيت كده الماركر عشان ايه اشوف اول السطر فين. هفضل تكرار كده لحد الماركر. هشتغل في الغرزة الخلفية، في كل غرزة هشتغل نص عمود.
هخلصهم وارجع. كده خلصت السطر وارتفعت اهو. بصوا باينه ازاي الشنطه هتاخد بقى ايه الكيرف لفوق، ودي القاعده بتاعتها. تمام كده. هحط بقى الماركر عشان اعرف برضو بدايه السطر بتاعي. المره دي هشتغل في الغرزه كلها، هعمل غرزه منزلقه وبعد كده هشتغل بقى في الغرزه كلها. هشتغل ايه بقى؟ هشتغل غرز نص عمود داير ما يدور. تمام كده. انا بشتغلها على بعضها الغرزة، بس السطر اللي فات هو ايه اللي بعمله خلفية، لكن خلاص كده انا بشتغله الغرزة كلها على بعضها، الامامية والخلفية كلهم غرز نص عمود. وبرضو غرز ثبات 34 غرزة في السطر. تمام كده. هشتغل قد ايه؟ هشتغل 21 سطر. هخلص 21 سطر وارجع تاني. كده خلصت 21 سطر. مقاسها كده كويس جدا، يعني لو حطينا الموبايل هيبقى مقاسه حلو وهيبقى ايه متداري. تمام كده. طبعا انا السطر بتاعي وقف بعديها بكام غرزة، فكيتهم وخليتها ايه على الحرف، فانت تحاولي تخليها على الجنب كده. تمام كده. هنبتدي نعمل ايه؟ انا هعمل ارتفاع 2 سلسال. تمام. وهدخل في اللي بعديها اعمل عمود. تمام كده. وهدخل تاني في نفس المكان وهعمل عمود. كده معايا 3 اعمدة، الارتفاع و2 عمود جنب بعض. هبتدي اعمل ارتفاع تاني وهدير الشغل واعمل برضو 2 عمود، يبقى كده 3. هفضل كده اعمل 2 سلسلة ارتفاع وادير الشغل، اعمل 2 عمود، يبقى كده 3. هفضل كده لحد اما يبقى معايا الحزام بتاع الشنطة مقاسه اللي يعجبني. يعني انا ما حسبتهاش اتعملوا كام سطر، انا قعدت اعملها لحد المقاس اللي انا محتاجاه، وبعد كده هنقفلها الناحية التانية. فانتي بتعمليها كده لحد المقاس اللي انتي محتاجاه، وبعد كده بتقفليها في الطرف التاني. انا عاملة الاعمدة قصيرة جدا علشان تبقى شكلها ظريف. بالمنظر بقى ده هتشتغلي 3 اعمدة وتتديري تعملي 3 اعمدة. كده خلصتها. هاجي بقى عند الناحية التانية وهقفل. نقفل بقى الغرزة ايه بمنزلقة، بحيث ان انت تقفلي الطرفين كده مع بعض. هوريكم الحزام بقى ايه بعد ما خلصته الطول بتاعه ايه. كده خلصته قفلته بغرزتين زي ما هنا كده كنت قافلاه بغرزتين. تمام كده. بصوا الحزام بتاعي طوله كده مناسب عشان هو مش بتاع حد كبير. قفلته من الناحيه دي غرزتين ومن الناحيه دي غرزتين. هنبتدي بقى نعمل التطريز بتاعه. تطريز الشنطه بتاعتي عباره عن مشروم. انا اخترت اللون البني هنا للمشروم، وهعمل برضو واحدة تانية هعملها بلون تاني، بس انا هعمل دي المشروم بتاعها بلون بني. هنعمل المشروم عبارة عن ايه؟ هبتدي عملت عقدة البداية وهبتدي اعمل 7 سلسال. تمام كده. خلصت ال7 سلسال. هسيب اول واحدة وهشتغل في التانية. هنعمل ايه؟ هنعمل 2 حشو في نفس الغرزة اللي هي رقم 2. تمام كده. بعد كده هيبقى قدامي 4 سلسال، او بمعنى اصح 5 سلسال. هنشتغل في 4 منهم بس 4 حشو، كل واحدة فيها واحدة حشو. اخر غرزة بقى قدامي، اخر غرزة هشتغل فيها ايه؟ هشتغل فيها 3 حشو في نفس الغرزة.
اهي الغرزة الأخيرة دي هدخل أعمل فيها 3 حشو في نفس الغرزة، يبقى هي دي اللي فيها التزايد. نلف الشغل ونشتغل هنا 4 حشو. تمام كده، فاضل الغرزة الأولى اللي احنا كنا سايبينها، هشتغل فيها 1 حشو بحيث ان يبقى من الجنبين هنا في 3 حشو وهنا في 3 حشو، يعتبروا دي كده الزيادة بتاعتنا. نحط بقى الماركر عشان نعرفه أول السطر بتاعنا. خلوا بالكم بقى هنا هشتغل ايه. في أول غرزة خالص هشتغل 2 حشو، وهلف بقى ايه في ال4 غرز الثابتين، هشتغل برضو فيهم كل واحدة حشو. تمام. انا هنا سوري، انا هنا مش هشتغل في ال4، هبتدي هنا اوريها لكم ايه. انا عملت هنا 1 نص عمود، تمام. وبعد كده الغرزة اللي بعديها هعملها عمود، واللي بعديها هعملها عمود، عشان انا عايزة الارتفاع من هنا. وبعد كده هعمل 1 نص عمود، يبقى انا الجنب ده عملت الاتنين اللي هما فيهم التزايد دول، عملت كل واحدة فيها حشو، تمام كده. وبعد كده عملت 1 نص عمود، وبعد كده عملت 2 عمود، وبعد كده 1 نص عمود. وهنا هشتغل في ال3 غرز اللي هما التزايد كل واحدة فيها غرزة حشو. وبعد كده ال4 دول هيشتغلوا غرز حشو عادي. ال4 دول هشتغلوا غرز حشو كده عادية، والأخيرة دي هشتغل برضو فيها حشو، عشان دي كنت عاملة فيها 2، يبقى لازم أعمل فيها 1 تبقى 3 زي الناحية التانية. يبقى أنا ما عملتش اختلاف غير في أول السطر، عملت 2 حشو، وبعد كده عملت 1 نص عمود، وبعد كده 2 عمود، وبعد كده 1 نص عمود، عشان عايزاه يعمل ارتفاع للمشروم من فوق. نقفلها بقى بمنزلقة ونقص الخيط. هسيب طبعا حتة خيط عشان ده هخيط بيه. نطلع بقى الخيط عشان ايه اقفل الغرزة واسيب بقية الخيط ده اللي هخيط بيه المشروم في الشنطة. طبعا ناخد بالنا وانا بركبها، الجزء اللي كان فيه نص عمود وعمود هو اللي فوق، الجزء ده هو اللي هيبقى فوق. بالخيط بقى الابيض او الاوف وايت، انا جايباه يعتبر كده ابيض، هبتدي اعمل النقط اللي هي بتبقى موجودة في المشروم. دخلت الخيط من تحت، تمام، وهتبتدي تطرزيه. انا التطريز ده عملته كانت في الجلابية بتاعة بسنت. هدخل في الغرزة واطلع من الناحية التانية وهلف 6 مرات، وهحط ايدي على الخيط اللي على الابرة وهطلع الابرة. هشد بقى الخيط خالص عشان يضم مع بعض، وبعد كده هنزل الخيط ايه الابرة دي كده تحت، عشان تعمل لي كده حاجة دايرة كده زونطوطة قوي.
هتكرري بقى في المشروم كام مرة كده بحيث ان انت تعملي له نقط كده متفرقة. وهنزل لكم في صندوق الوصف او الديسكريبشن التطريز ده، وهو كان معمول في جلابية بسنت، لو هو اوضح تشوفيه. بتعملي بقى ايه بنفس النظام ده كام واحدة كده متفرقين، لان انتي ما بتشوفي المشروم بتلاقيه كده ايه اخد نقط فيه، فهي دي التطريز اللي انا هعملها ايه النقط بتاعة المشروم. تسحبي الخيط كله وتزنقي عليه الخيط بقى اللي انتي لفتيه لتحت كده، وتنزلي الخيط بقى من تحت. وصلت الفكرة؟ هتعملي بقى منها كام واحدة كده. نشتغل بقى ايه بقية المشروم. انا هنا هعمل دايرة سحرية. انا اخده المشروم بقى الفرع اللي نازل منه بنفس ايه التطريز بتاعه. هشتغل ايه في الدايرة السحرية؟ هشتغل 6 حشو، يبقى دايرة سحرية فيها 6 حشو. نقفل بقى الدايرة ونقفل الغرزة دي منزلقة. وهبتدي اشتغل 15 غرزة سلسال. انا الخيط عندي رفيع فبالنسبة لي ال15 كانوا حلوين. تمام كده، بتبصي عليهم كده المقاس حلو، لو تمام معاكي خلاص كده ايه بتبتدي تشتغلي. هتشتغلي ايه بقى؟ هتشتغلي على كل غرزة سلسال هتشتغلي حشو او نص عمود اللي يريحك. كل غرزة كده تدخلي من غرز السلسال تدخلي وتعملي ايه نص عمود او تعملي حشو. انا هنا عاملاها حشو، بس لو انت عايزه تعمليها نص عمود تمام ما فيهاش اي اشكال خالص. هنفضلوا نشتغلوا على السلسال ده كده لحد ما توصلي للدايره السحريه عشان اقولك نعمله ايه. وصلنا الدايره السحريه اللي هي فيها 6 حشو. هاخدها داير كده، كل غرزه حشو هتشتغلي فيها 2 حشو، يعني هتعمليهم تزايد. يبقى في الدايرة السحرية كان فيه 6 حشو، كل واحدة من الحشو دول تعملي فيها 2 حشو، يعني هتعملي فيهم تزايد هيبقوا 12 غرزة. آخر غرزة اهي. وهيبقى قدامنا الناحية التانية بتاعة السلسال. تمام، هشتغلهم برضو كلهم سلسال، هشتغلهم كلهم حشو. انت ممكن توقفي كده، تمام،
لو انت حباها تبقى بالحجم ده، وممكن تشتغلي داير عليهم تاني غرز حشو. انا ممكن اسيبهم كده وهشتغل انا عليهم سطر كمان داير ما يدور كل غرزة حشو فوقيها غرزة حشو. فزي ما انت عايزة، ممكن انت عايزة الفرع بتاعها يبقى رفيع كده تمام، عايزة تخنيه شوية، اعملي على كل غرزة حشو داير ما يدور كده لحد ما توصلي للماركر تاني. اعملي على كل غرزة حشو غرزة حشو لحد ما توصلي عند الدايرة السحرية، كل واحدة كده وهكذا لحد ما تطلعي الناحية التانية. انا كده اهو خلصتها. بصوا تحت كده الدايرة السحرية عطت منظر بقى حلو، هو ده اللي انا عملته عشان تبقى شكلها منظرها جميل. برضو هقص كده، بس ايه هسيب حتة خيط اللي هخيط برضو فيها عشان تبقى بنفس اللون. بصوا كده منظرها بقى جميل. انا عاملة طبعا واحدة تانية صغيرة، الدايرة السحرية برضو فيها 6 حشو، بس الارتفاع بتاعها اقصر شوية، مش 15، عملتها 6 او 7 تمام، وعملتها بنفس الطريقة، لكن دي عملتها 15. ودي عملتها دايرة سحرية فيها 6 حشو، وبعد كده عملت فيها تزايد اللي هي 12 وطرزتها. دي تبقى ايه كده واحدة مشروم صغيرة جنبها. نبتدي بقى ايه نخيط المشروم ده في الشنطة بالإبرة والخيط عادي، عشان كده انا سبت ايه الخيط ده. هنخيطها ونبقى كده خلصنا الشنطة بتاعتنا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واللي يعجبه الفيديو لايك وكومنت، واللي لسه ما اشتركش معايا سبسكرايب. ونلقاكم قريبا جدا في فيديو، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم. شكرا.